ويجي واحد يقول لك كراتين البيض ما بتعزلش، قول له خد حاجه حلوه تعالى اتفرج عليها. السلام عليكم، صباحكم مساكم فرحه. في 5 كلام تعالى اقول لك ازاي عملت سيت اب بكراتين البيض بعد ما جمعت اكتر من 880 كرتونه، جمعتهم من كل حته في السويس. بس قبل كده تعالى اقول لك انا مين. انا اخوكم احمد نصر، باحث اجتماعي وكاتب وممثل مسرحي من السويس، وانتوا بتتفرجوا على برنامج الباحث. بدأت شغل على اليوتيوب من 2019 بسكتشات انا واصحابي، هتلاقوا اللي اتبقى منها على الشانل او في الديسكريبشن تحت الفيديو لو حابين تشوفوا اشتريتنا. بس الشطاره ما كملتش بسبب الثانويه العامه. لا انا مش دحيح، انا جايب 64 دور تاني عادي جدا يعني. فايتس اوكي، مش كلنا هنخش هندسه او طب، امال مين هيكمل اداب يخش علم اجتماع ويكمل ماجستير وهيبقى دكتور كمان كام سنه. المهم نرجع لسيت اب الكراتين اللي عملته. مناظر الكراتين كان تحفه موت، واحساس انك بتعمل حاجه بتحبها ده شيء عظيم. طبعا ما عملتش كل ده لوحدي، بابا ساعدني كتير كتير جدا، وعبيد صاحبي ساعدني، ما يبانش انه كان في الجيش ساعتها. نزلنا لزق وتراب ونزلنا خرجنا عادي بعدها. ثواني يا غالي هقطع عليك انبهارك، خليني اقول لك ايه كانت المشكله اللي عندي. ما كانش مشكلتي في العزل بس، كانت في صدى الصوت. انا الاوضه اللي قررت اعمل فيها الاستوديو كانت في الجناين، فيها قدامه قنايه وفيها قلاش شفط ميه. خليني صريح معاك يا غالي ان كراتين البيض ما بتعزلش غير 10% بس، وانا اوضتي كانت 4 في 4 في 4. فكان عندي اعتقاد ان انا لما امليها كلها سقف وحيطان بكراتين بيض وبعد كده احط عليها قطن او اي عوازل قماش، هيبقى الموضوع بالنسبه لي الطف مفهوش صدى. طبعا ان اجمع فوق ال 800 كرتونه وابدا الزقهم في الاوضه كلها ده كان شيء متعب جدا، وحسيت ان انا مش قادر اكمل، وفعلا ما قدرتش اكمل ووقفت. القصة ما تنتهيش هنا يا غالي، لأن الشغف بالشيء هو اللي بيحركنا ويدينا دافع إن إحنا نكمل حتى لو بعد سنين. واستمريت في وظيفتي لحد ما مشيت خطوات وتحويش عشان أبدأ اللي أنا عملته دوت من الصفر لوحدي. المهم كملت لحد ما وصلت للستوب اللي انتوا شايفينه دلوقتي. الماتيريال لو وريتها لك مش هتصدقني يا غالي، عارفك عايز اشوفها بس مش ناولك اللي في بالك. يلا من الاول، انا احمد نصر باحث اجتماعي، وانتوا بتتفرجوا على الباحث. الباحث هو مش بس صفة الباحث، الباحث هو برنامج اجتماعي نفسي تاريخي بنتكلم فيه عن نفسنا، شبابنا، احلامنا، مشاكلنا وحياتنا والترومات اللي احنا مش قادرين نتخطاها، وهنتناقش فيه عن، لا اسمع لكم مفاجأة دي، نناقش مواضيعنا سوا، او نكتب احنا عايزين نحكي عن ايه هنا في الكومنتات تحت ونتناقش فيها سوا. في حاجات تهمك وتهمك في الحلقات الجاية، فما تنسوش السبسكرايب وتفعيل الجرس عشان توصلك كل ابحاثنا الجاية. يا رب تبقوا مبسوطين على طول ومودكم لذيذ وايامكم كلها لطيفة. كيب سمايلون، واشوفكم في بحث جديد. انا مش عارف احنا هنتكلم في ايه عامة، بس انا مبسوط عشان انا مع عبيد. وانا مبسوط عشان انا مع عبيد. معاك. احنا بقالنا كتير قوي بنحاول نعمل السيت اب دوت. انا حرام من ساعة ما جيت الشقة ديت ما رضيتش اقول له قدام الكاميرا. انا عايز اقول لكم كانت فكرة ونفذناها يعني، بس احنا نفذناها فعلا. استخدمنا 800 كرتونة عشان نملى أوضة 4 في 4 في 4 كراتين بيض. سقف بقى وجناب بقى وكل حاجة، لدرجة ان احنا كنا عاملينها بيت. احمد اقول لكم كانوا صغيرين قد كده بيجروا تحتها، يعني احنا غبنا شهر تقريبا على الأوضة
رحنا لقيناهم قد كده بيجروا كتير، وتضرب هنا تلاقيه هنا، تضرب هنا تلاقيه هنا، هتلاقي عرسه دخلت ولدت وسابت بقى 15 عيل بيعيشوا في دريم بارك اللي احنا عملناها لهم بقى. بيت بيوت بقى، بيت بقى، الواحد دي بيت بقى بيجري بقى في الشقه كلها. بس انا تمام مش باين. باين. كده انا انا ممكن اساعدك، قلت لك ايدي كده تشوفها. روح كده. فهمت برضه. هنا يركض احمد نصر. انا مش عارف احنا تعالى نتكلم في ايه، بس انا مبسوط عشان عمالين نتكلم، احنا قاعدين. عبيد اول مره مش قدامي. احنا قاعدين نتكلم. عبيد اول مره يجي لي السيت اب. انا لسه ما خلصتوش عامه، لسه في ستاره تتعلق على الشباك كده. هو الشباك ده باين؟ ايه المشكلة؟ شباك جميل جدا. في ناس ما عندهاش شباك. مش عارف اقول اي حاجة. نعم. بفضل. انت بتحاول تحل الموضوع. نعم بفضل اتجوزوا وجابوا عيل صغير. بالمناسبة أحمد مخرج، عبيد مخرج. عبيد. أحمد ده موظف عادي مالناش دعوة. شوف أول سكتش صورته، هتشوفوا قد إيه مش عارف أتكلم أصلا، كلامي طالع بالعافية، اللي هو محدش عارف أقول إيه، كان دايما لازم أكتب تحت الكلام عشان الترجمة. بعت الترجمة. لحد دلوقتي مش عارف أتكلم يعني، بس تمام يعني. لا ده متحدث. أنا دخلت المسرح عشان أعرف أتكلم الصراحة يعني. يتعلم مفيش حد بيبدأ كل حاجة جامد يعني. الناس أيوة. كلها موجودة ما بتتكلمش. بالمناسبة أنا أول مرة أقف على ستيج حقيقي. كنا في أول بروفا نسيت الكلام، ساعتها كان قال يلا مسرح، وقفنا، كنت أنا في أول مشهد أنا وواحد صاحبنا. ايوه افتكرت المشهد ده. يلا ارتجل الجمهور ما هوش النص. ارتجل.